لعيبه داس على القطر، يلا بينا. اللعيب بتاعنا هو ريكي بوج، جوهره اللمسيه. الواد ده اول ما طلع جماهير برشلونه كانت شايفه فيه ده اللي يمسك نص ملعب سنين طويله قدام. بدري ما قبل بدري كده، وهو كان الشكل اللي بتحبه جماهير برشلونه. لعيب قصير حريف جدا بالكوره، واهم ميزه بتميز كل لعيبه نص ملعب برشلونه ان هم اذكياء. كان بيتقال عليه ده خليفه انيستا وتشافي، لكن الكوره معروف ان هي مش موهبه بس. ظهر في فتره مدربين برشلونه كانوا بيتغيروا كتير جدا، من فالفيردي لكيكي سيتيان لكومان، ومع كل الناس دي محدش فيهم كان بيبص له كلاعب اساسي، لحد ما كومان جه في وقت وقال له انت بالنسبه لي مالكش مكان عندي، دور لك على نادي ثاني. حتى لما تشافي جه اللي هو كان يعتبر مثله الاعلى، برده ما كانش لعيب اساسي بالنسبه له خالص. وكملت عليه كمان الاشاعات اللي طلعت ان هو واحد من اللعيبه اللي كانت بتسرب اخبار اوضه اللبس للصحفيين، وده دمر علاقته بالاداره ودمر علاقته بكل جماهير برشلونه. وكان باين خلاص ان انت لازم تمشي، وبدل ما يطلع على اوروبا ويحاول يلاقي نفسه في مكان تاني غير اسبانيا، قرر ان هو يهرب من كل الحاجات دي وطلع على الدوري الامريكي وهو عنده 22 سنه بس مع فريق ال اي جالاكسي. قرار غريب جدا، لعيب يسيب الليفل العالي ده في سن صغير قوي كده، لكن ده برضه يوريك جزء شويه عن العقليه. بس قُل لي، شايف ريكي بوج ليه رجعة، ممكن يرجع تاني أوروبا ويرجع ينوّر، والّا خلاص كده داس عليه القطر بدري بدري؟